أهلا بيكم. عايزة أسألك سؤال. هل لما نغضب لازم نصرخ؟ طيب الغلط يتعالج إزاي؟ ها، تفتكروا الغضب بيتعالج إزاي؟ أهلا بيكم حبايب قلبي في فيديو جديد من مجموعات فيديوهات مومة التعليمية لتصحيح المفاهيم الخاطئة واسترجاع القيم الأخلاقية التي بدأت أن تندثر. علشان أشغل مخي لازم أفكر. تمام، ما يبقاش رد الفعل سريع وممكن يكون مش مناسب للفعل نفسه. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض القيمة الأخلاقية اللي أنا جايبها لك في الفيديو ده النهاردة. يلا بينا. هل تعلم أن دواء الغضب الصمت؟ هل تعلم أن دواء الغضب هو الصمت؟ يعني إيه يا موما الكلام ده؟ هو الغضب ليه دواء؟ يبقى ده إيه مبدئيا؟ ده إيه؟ أسلوب مجازي، برافو عليك، او تعبير مجازي. ايوه يا سيدي، الغضب ليه دواء. اعمل ايه؟ اسكت شويه. تخيل بقى لو ان صاحبك خبطك في الفسحه، ايه اول حاجه هتعملها او اول حاجه هتيجي ببالك؟ هتزقه، هتشتمه، ولا هتفكر؟ مش هو ده بقى مربط الفرس يا شطور. مش الشطاره انك ترد بسرعه، ومش القوه انك تعلي صوتك. القوة الحقيقية إنك تسكت شوية وتفكر. يبقى القيمة التفكير قبل رد الفعل. وأيضا الصمت مش ضعف. الصمت ليس ضعف. الصمت فرصة لعقلك إنه إيه يشتغل. إيه اللي هيحصل؟ الغضب هيهدى والمشكلة هتصغر. تمام. طب نعمل إيه؟ ممكن نعد بإيدينا من 1 ل10. هتجرب هتسكت قبل ما ترد؟ ها، اتفقنا؟ طب اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر موقف بيحتاج لصمت، وايه اكتر موقف حصل لك وانت اتصرفت فيه بسرعة. القيمة اللي اتعلمناها النهاردة ان دواء الغضب هو الصمت. دواء الغضب هو الصمت. تكتب لي في التعليقات المواقف اللي ممكن حصلت معاك وتصرفت بسرعة او اديت فرصة لعقلك انه يفكر. وما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشارك زمايلك في الفيديو عشان المعلومة تعم على الكل. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.